السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا قمر، عامل ايه؟ ركز معايا في المثل ده عشان المثل ده قاعد معانا شويه. تخيل لو انت صاحب بيت وقررت تجيب حد بتحبه جدا 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 يقعدوا عندك في البيت، وانت تتكفل بيه في كل حاجه، اكل شرب نوم فلوس جواز. بص، قلت له لو سمحت لما بتحب تخش الحمام نادي عليا ادخلك الحمام واطلعك تاني، بس خلي بالك عندنا هنا في البيت شويه قواعد، لو سمحت اعمل كذا واعمل كذا وما تعملش كذا وما تعملش كذا عشان البيت يمشي كويس والدنيا تبقى لطيفه. في الاول الراجل كان لطيف جدا وكان ماشي كل حاجه كويسه، ولما كان بيغلط كان بيقول لك انا اسف والله معلش مش هاخد ما خدتش بالي والمره الجايه هاخد بالي والكلام ده كله ومش هعمل كده تاني. بعد فتره بدا يحس ان البيت بيته والدنيا بقت عادي والاكل بقى تمام والشرب بقى فين، وتعالى ندخلني الحمام يا عم في ايه، ويرمي حاجه في الارض ويدشش الدنيا ويعمل كل اللي انت قلته ما تعملوش واللي انت قلت له اعمله ما بيعملوش عشان بمزاجه بقى خلاص الحاجه بقت بتاعته. بالله عليك تعمل معاه ايه؟ ركز كده هتلاقي الدنيا بقت صعبه جدا والاسلوب في التعامل بتاعه ده بقى صعب جدا، لدرجه ان لما سالت السؤال ده لناس كتير كان اقل اجابه حده ان انا هطلعه بره البيت واقول له شكرا مع السلامه انا مش محتاجك تاني كويس ومن غير معلش. فسبحان الله ولله المثل الاعلى، لو ركزت كده هتلاقي ان انا وانت هنا ضيوف، اصل دي ارض ربنا وسما ربنا وهوا ربنا واكل ربنا وشرب ربنا. انا اسف يعني ربنا اللي بيشيلني ويشيلك ويدخلنا الحمام، والله اللي مديك ايديا وايديك ومديك عينيا وعينيك وكل حاجه هو ربنا سبحانه وتعالى، والحركه اللي فيهم من ربنا سبحانه وتعالى، عشان في واحد تاني عنده ايد ورجل وربنا يعافينا ويعافيه ما بيعرفش يخش الحمام، صح كده؟ فاللي شال منه هو ربنا واللي اداك هو ربنا. وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى اداك الكتالوج ازاي تبقى ضيف لطيف وازاي يبقى انا ضيف لطيف. قرآن ربنا سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم دول والله. فخلي بالك المره اللي فاتت سالتك هو انت لو رجعت ملك يوم الدين وانت معكش دين يبقى معاك ايه؟ دلوقتي بقول لك يبقى معاك ليه؟ عشان النهارده انا لازم اتاكد ان انا ضيف، ولازم انوي النهارده والله دلوقتي حالا ان انا ابقى ضيف محترم وكويس، عشان انا في اي وقت الضيافه ممكن تخلص ومع السلامه باي باي. ارجع لسيدك، سيب اللي في ايدك وكلم سيدك، في ثانيه الا ثانيه بقيت في حته تانيه. وهل معايا دين ولا معيش دين؟ وصل الفيديو لناس تانيه كتير، في ناس كتير محتاجه تعرف انها ضيوف وان في اداب للضيافه، واداب الضيافه دي محتاجين نذاكرها في القران والسنه، صح كده؟ بس تابعني في كل حته انت عايزها، فيسبوك انستجرام يوتيوب تيك توك، اللي انت عايزه هتلاقيني موجود هناك. وشير الفيديو ده لناس تانية كتير، ورد هنا عندي في الكومنتات وقول لي لو الراجل عامل معاك كده هتعمل معاك ايه. انا بحبك يا قمر، سلام.